السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يساهم الخيار في مكافحة مرض السكر نظرا لأنه يحتوي على أحد الهرمونات التي تحتاجها خلايا البنكرياس كي تفرز الأنسولين. وكما أنه ينظم مستويات السكر بالدم، يساهم الخيار في مكافحة مرض السكر نظرا لأنه يحتوي على أحد الهرمونات التي تحتاجها خلايا البنكرياس. كي تفرز الأنسولين، وكما أنه ينظم مستويات السكر بالدم حسب دراسة أجريت عام 2011. يؤكل الخيار مع قشرته بواقع ربع إلى نصف كيلو جرام كبير يوميا، ويستبعد الخيار صغير الحجم. يمكن أن يكون الخيار مع مريض السكري في النظام الغذائي كل يوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية لأنسجة القلب والعضلات والعظام. ويعتبر الخيار من الخضروات الغنية بحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ج، كما أن القشرة الخارجية وفيرة بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. فالخيار يحتوي على السيليكا، وهو أيضا معدن نقي، وهو مساعد قوي يعمل على تعزيز وتقوية الأنسجة الضامة. كما أن الخيار يمكنه أيضا أن يكون علاج لمشاكل الجلد مثل علاج الحروق إثر التعرض للشمس، وأيضا تعالج تورم العينين. كما أن الخيار يعوض فقدان المياه في الجسم، لذا ينصح بتطبيقه بشكل متكرر على موضع التهاب الجلد المحروق. كما أن الجمعية الأمريكية لمرض السكري تقول إن هناك 1.4 مليون حالة جديدة في الولايات المتحدة، وإن مرض السكري متزايد كل عام بشكل كبير. كما أن الأشخاص المصابون بمرض السكري يدركون أن كثيرا من الأطعمة يمكنها أن تساعد في الحد من مرض السكري، مثل الخيار يمكنه أن يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، لأن الخيار يحتوي على مواد كيميائية طبيعية ومغذية مثل الخضار والفواكه، وهي قد تفيد الأفراد المصابون بالسكري. الخيار وجبة أساسية في مرض السكري، فالخيار يحتوي على ألياف مفيدة تعمل على خفض الكربوهيدرات، ولهذا السبب يمكن أن تندرج بسهولة في خطة وجبة السكري المعتادة، وذلك وفقا لجمعية السكري الأمريكية. تقول إن الأفراد المصابون بمرض السكري يحتاجون أن يتناولوا نظام غذائي غني بالألياف، والذي يمكن أن يكون من 3 إلى 55 حصة من الخضروات في اليوم الواحد كوجبات أساسية. تأتي الألياف مع فوائد صحية متعددة، فهي تقمع الشهية وتساعد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، كما إنها تساعد على الشعور بالامتلاء. كما تؤثر الأطعمة التي بها الكربوهيدرات على مستوى الجلوكوز في الدم، لذلك فإن كمية ونوع هذه الأطعمة ضرورية، فبشكل عام تعتبر الكمية المعتدلة هي الأفضل. ويرجع ذلك لأن الكثير من الكربوهيدرات في السكر والنشا في الأطعمة يمكن أن تحفز مستويات الجلوكوز في الدم على الارتفاع. يحتوي الخيار على مستويات قلوية عالية، لذلك فهي تحيد الحموضة وتنظم درجة الحموضة في الدم. كما إن الذين يعانون من مشاكل في المعدة يحتاجون إلى تناول الخيار بشكل منتظم، كما إن خلال فصل الصيف يحتاج الجسم إلى كثير من الماء. فيمكن لعصير الخيار أن يضر البول، كما إنه يمكن أن يمنع حصوات الكلى.
فوائد لمرضى السكري نوع الأول والثاني. لا يحتوي الخيار الشاب على رائحة المساحات الخضراء والذوق المنعش فحسب، ولكن استخدامه له فوائد كثيرة. ينظف الأمعاء بدقة، يزيل الأملاح الزائدة والكوليسترول والجلوكوز وكذلك المركبات السامة. يقلل الضغط بلطف ويخفف التورم. تطبيع التمثيل الغذائي للدهون ويساعد على فقدان الوزن. يقوي عضلة القلب لإمداده بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الذاكرة. ينظف الأوعية. يسهل عمل الكبد والبنكرياس. يحفز إفراز عصير المعدة الصفراء والإنزيمات لهضم الطعام. علاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه. القضاء على الفطريات والبكتيريا الموجودة في الفم والمساعدة في الحصول على نفس منعش. زيادة نمو الشعر وتقويته وجعله نضرا. وقاية الأظافر من الهشاشة. إضرار البول والمحافظة على صحة الكلى. الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض كمرض النقرس والتهاب المفاصل لاحتوائه على عنصر السيليكا. الحد من الإصابة بالدوار والصداع وذلك لاحتوائه على فيتامين ب والسكريات. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك. الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية خاصة سرطان الثدي والرحم والبروستات. علاج الهالات السوداء وانتفاخ العينين. ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف لأن 90% منه يتكون من الماء. حماية البشرة من الالتهابات وحروق الشمس. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء في فيديو جديد.